محمد سامي من اهم المخرجين في مصر اخر 10 سنين. انا سامح ودي حلقه جديده من سلسله يوم الثلاث، وقبل ما تتحسس مسدسك خليني اشرح لك انا معاه في ايه وضده في ايه. ناس كتير بتنتقد محمد سامي ان هو شخص مكرر، شخص ضد قيم الاسره المصريه، شخص بيعمل نفس الاستنباط، بس بنتغافل فكره ان محمد سامي مشهور وناجح بالارقام نجاح ساحق. عارف ان النجاح ده مش معيار لاي شيء في الدنيا، بس هي اللعبه دلوقتي بتتاخد بالنجاح ده. محمد سامي قادر يوصل لطبقات ضخمة جدا من المجتمع، وقادر ان هو يشد انتباههم 30 يوم في رمضان بطريقة مش طبيعية. ممكن تقول لي ده سهل، اقول لك اعمل زيه. للاسف معظم مسلسلات رمضان بتلعب على الحاجات اللي هو الاتجاه السائد في الجماهير، بس النتائج ان مش كل المسلسلات بتنجح بنفس الطريقة. اللي عايز اقوله لك ايه بكل بساطة، انا لا يفرق لي تشوف محمد سامي ناجح مش ناجح، دي مش قصتي. بس القصة ان انت بجد لو عايز تعمل شيء في السينما، عايز تعمل شيء في الاعلانات، لازم تتعلم من حاجة زي كده. ده واحد قدر يوصل لطبقات كتيرة مش كل الناس قادرة انها توصل لها. فاذا ادرسوا بدل ما تنتقدوا، طبعا ده كده بس حاول تدرس ازاي وصل للناس دي بالكم ده، الاستمراريه ده يطلع لنا بايه. ده يطلع لي انا واحد بتاع اعلانات، فاقدر ان انا استفاد، اخد انسايتس من الناس دي، اعرف ايه اللي بياكل مع الجمهور، ايه الحاجات اللي بتتشهر معاهم، ايه الحاجات اللي بتعدي عليهم، ايه الحاجات اللي ما بيحبوهاش، كدراسه السوق بعيدا عن سامي. بعد كده ادرس شوف هو عمل ده ازاي ووصل ده ازاي، علشان انت لو عندك حاجه ضد محمد سامي او ضد الافكار اللي بيوجهها محمد سامي، هتعرف ازاي تكلم الجمهور بالطريقه دي، تعرف الطريقه اللي الجمهور بيسمع بيها عشان تقدر اصلا توصله الصح. لكن لو هتفضل من بره وان الجمهور لازم يفكر بالطريقه الفلانيه ومحدش سمعك، فاذا في مشكله، في صوت سامي مسموع. ابدأ شوف هو بيتكلم مع الناس ازاي وخش لهم بنفس الطريقه وقول اللي انت عايزه. ده الذكاء بالنسبه لي وده التعلم. ولو حد تاني معترض طبعا يقول لي. بس دي كانت حلقه جديده وانا سامح، ودي سلسله يوم الثلاث. اعمل لايك وشير وابعت الحلقه دي لمحمد سامي، او ابعتها للناس اللي ما بتحبش محمد سامي.